استاذنا ربنا يخليك. استاذ الصحافه والتاريخ الاستاذ عباس الطرابيلي. بس اذن لي ابدا الحوار مع رجل النوبه الجميل الاديب المبدع اخونا حجاج ادول. ازيك يا عم حجاج؟ اهلا بيك، مساء الفل. انا عايز ابدا كده اذا اذنت لي ان انا عايز اعرف الناس بحجاج ادول. قولوا انت اتولدت فين؟ في اسكندريه. في اسكندريه. يعني انت ما انت شفت النوبه القديمه؟ شفت وانا حوالي 9 سنين كده، رحت اجازه الصيف مع والدتي وقعدت في القريه بتاعتنا اجازه الصيف حوالي 3 شهور فقط لا غير. فالنوبه عندي حلم كده. قريتك ايه؟ توماس وعافيه. ده من 44 الاخيره. هم يعني اتأثرنا لما قال الاستاذ صلاح في التعليق الثانيه بتاعت 1932 غرقت الاراضي بتاعتنا. فمعظم الرجال والشباب بدأوا بقى ايه يهاجروا وراحوا على اسكندريه والقاهره والحاجات دي. فانا اتولدت في اسكندراني يعني. واتعلمت في اسكندريه. بدأت الكتابه امتى؟ وانا عندي 40 سنه بالظبط. ياه. مش واخر ده؟ واخر جدا. والشيء الغريب انه معظم ادباء النوبيين في الجيل بتاعي يا بدأ بدري وتعطل ورجع تاني وهو كبير، يا بدأ وهو كبير، ما عدا ابراهيم فهم الله يرحمه. بدأ هو شاب شويه وتوفى بدري، لكن اغلبنا انا وزملائي بدأنا متأخرين او اتأخرنا وبدأنا تاني. ففي شيء غريب ده عايز ناقد واحد هو يقول ليه. اول كتبك كانت ايه؟ كانت هو المفروض كانت مجموعه قصيه باسم بكات الدم عن الدكتاتوريه على الانسان بيحصل ايه، لكن بعد منها كان ليالي المسك العتيقه، طبعت ليالي المسك العتيقه الاول للخصوصيه اللي فيها. دي طلعت 89 وخدت جائزه الدوله سنه 1990. ايه الخصوصيه اللي فيها؟ النوبه. دي يعني النوبه المسك العتيقه. ليالي المسك العتيقه. ليالي المسك فيها الذكريات والاحلام القديمه اللي نفسنا ان احنا مع بعض كده نعيدها تاني. جميل. الاستاذ خضر العطار، انت اتولدت فين يا خضر؟ اتولدت في النوبه القديمه. والله ده انت من زمان بقى، من 1902 بقى والحاجات دي. لا اخر هجره اللي هو 63 كان عندي 5 سنين. فانت لحقت النوبه القديمه بس وانت طفل قوي. بس عندك حاجه من ذكرياتها في مكانك؟ طبعا. ستك كانت موجوده بقى وبتاع طبعا كل حاجه كانت موجوده، وما زال في حنين لهذه النوبه القديمه لابعد الحدود. انتوا من اي بلد في النوبه بقى؟ بريم. من بريمي. وانا ما بحددش البلح البريمي. طبعا وما بحددش يا عمده ان انا منين، لا انا من اي بلد. ايوه ماشي، بس انا بعرف، انا بحاول اعرف النوبيين لان حصل تفرقه في كل مكان، ففي الغالب كل واحد اتولد في حته بالظبط. انما ظلت النوبه بالنسبه لهم متوارثه تقاليدا ولغه وتراثا وحضاره لغايه هذه الاجيال الجديده اللي ما شافتش النوبه خالص. بالظبط. وانت يا عم ايمن؟ انا مواليد القاهره، بس بلادي عنيبه، جنان الشباك، ابريم. العيله بتاعتنا اسمها عيله حمدون، عيله كبيره قوي يعني في النوبه كلها. وفي نفس الوقت ايه؟ حمدون. وفي نفس الوقت من ناحيه والدي اسمها عيله غطاس، عشان جدي الكبير كان يعمل النوبه القديمه غطاس يعني، فخدوا لقب يعني. كان بيغوص في النهر. كان يعني هو في حد كان قال لي من عمامي ان هو كان يعني زي بيصارع تماسيح، حاجه زي كده، حاجات بقى بتاعت النوبه القديمه دي. فانا طبعا لا يعني مش على درايه بيها، بس كنت اتمنى يعني ان ابقى مواليد النوبه القديمه. بسم الله ما شاء الله. قول لنا بقى ايه يا عم ادول كده، ايه الحكايه؟ عايزين نلخصها للناس، عايزين نعرف الناس ايه حكايه النوبه. نقولها ببساطه لان احنا عايزين نخش في المستقبل اللي نفسنا يكون مستقبل جميل لكل مصر. نحكي بس كده ببساطه نبذه عن النوبه. نبذه. الحضارات كلها بتبنى على الانهار. النيل بدا يستقر في الجنوب وبعد كده يخش شمالا درجه بعد درجه، فكان استقر في الاوائل في المنطقه النوبيه. فالحضاره بدات في المنطقه النوبيه بدري شويه، وبعد كده مع استقرار النيل في الشمال وصلت للشمال لغايه ما العبقريه المصريه القديمه اخترعت الدلتا، لانها كانت مستنقعات قبيحه جدا وممرضه جدا. فعبقريه تقر عن عبقريه بناء الاهرامات والمسلات. عملوا الدلتا الخصيبه، والدلتا الخصيبه دي ما كانتش بس منتجه زراعيا، دي كانت منتجه فكريا وفنيا.
اما انتقلت الحضاره من النوبه الى الشمال، في الشمال بقى طعم لغط. اما نرجع للنوبه تاني، بدات فيها بس اللغة ما فيش حد حكم ايام الفراعنه من النوبه غير في الاسره 25. لا، هي التاريخ مش مظبوط قوي، لان كان في غير الاسره 25 كان في ملكات وملوك نوبيين، يعني كان في نفرتاري. تزاوج من الاثنين. هل نفرتاري كانت نوبيه؟ في علماء بيقولوا نوبيه وعلماء بيقولوا لا، لكن انا مع كان ملحوظه قالها الاستاذ عباس قبل ما نقعدهم على ان معبد ابو سمبل الثنائي، ما نقولش المزدوج، الثنائي في معبدين. تكريم أو ابو سمبل في معبد نفرتاري تكريما لها لانها جنوبيه واتعملت في المنطقه الجنوبيه عند الشلال الثاني، فبالتالي في ده دليل على انها تكون نوبيه. احتمال. احتمال كبير جدا، فيبقى ان هو الثنائيه يعني هنا في واحد بيكرمها في بلدها، في بلدها. زوجة تمثيل الثاني بيكرمها في هنا. في المنطقه الجنوبيه. وبعدين عايز اقول للناس بهذا المعبد الكبير انا فرعون مصر. تحس بيه بالعظمه. انا مصر رهيب. بالتخصص الخصوصيات اللي موجوده متداخله مع الكل في واحد، اللي احنا بنقول عليها حاليا التعدديه في القالب الواحد اللي هو مصر. اما بدات الحضاره هناك كان في لغه القديمه النوبيه اللي ما اكتشفتش حتى الان، وبعدين اللغه الثانيه اللي اكتشفت. الاشكال الان ان بعد الخزان والتهجير، اما النوبيين راحوا شمالا وبدات المنطقه يعاد فيها التعمير، فالمطلب والحلم النوبي ان احنا نرجع تاني، والرجوع ده بيبقى امتداد للمنطقه بتاعت كومومبا عشان ما لهاش ظهير صحراوي. في العوده دي مش كل النوبيين هيرجعوا، هيرجع منهم جانب. طب بقيه النوبه دي، المنطقه الفاضيه دي، هيبدا اهالي اسوان اللي هم غير النوبيين ينضموا معهم، وينضم اي مكان حتى من دمياط من عند الاستاذ عباس ينضموا تاني، بحيث ان المنطقه دي اما بنحافظ عليها بنحافظ على الثقافه مش على العرقيه. يهمنا جدا كثقافه انسانيه، وبالتالي حتى لو في واحد بيتخوف يقول انتوا عايزين ترجعوا ليه؟ لا، ده احنا هنرجع وانت كمان هترجع معانا. اذا حتى ده مين اللي هيتخوف؟ انما هي الحضاره النوبيه قامت اصلا على علاقتها بالنيل، ان النوبيين دول عاشوا على ضفاف الهويه بتاعتنا وعلاقتهم بالنيل بالظبط، وزرعوا الارض اللي حوالين النيل وكل ثقافاتهم وفنونهم طقوسنا كلها في النيل ارتبطت بالنيل. المصلحه الماديه والزراعه والاكل والشرب واحتفال الميلاد بالنيل، احتفال الوفاء بالنيل، الزواج بالنيل، المواصلات بالنيل، فما ينفعش النوبي يترمي في الصحراء. اذا اما يبقى شخصيه جماعيه، شخصيه نهريه نيليه، اما تنقلهم وتحطهم في الصحراء، اذا ده اغتيال ثقافي، ده اغتيال ثقافي، وده فقد لثقافه انسانيه راقيه. مسؤوليه مش بس مسؤوليه مصر، مسؤوليه مصر والسودان والانسانيه عموما، زي ما هي مسؤوليه العالم كله لما تكاتف وانقذ الحجر. وكلمه الحجر دي مش معناها استخفاف بالاثار، لا، احنا بنتكلم بس اما الاثار دي كل العالم، لان دي ثقافه واثر انساني عظيم، وبالتالي حتى الانسان النوبي فهذه ثقافه انسانيه عظيمه. المسؤوليه هنا مش مسؤوليه النوبيين فقط، دي مسؤوليتنا كلنا. فركزوا في الاحتفال بالحجر والاثر وسابوا البشر. مع ان الفكره اللي عملها الدكتور ربنا يديله الصحه الدكتور ثروت عكاشه في المذكرات بتاعته، كان هو اللي قال لليونسكو تعالوا انقذوا دي اثار عالميه. وفعلا العالم كله تكاتف. وكان رايه ان هذا الاثر العظيم يطلع فوق مستوى المياه، يبقى مش هيغرق، ونطلع البشر حوالين منه. فوقتها الحكومات راحت مطلعه الحجر وطنشت البشر، وقرروا، أنا في رأيي عن قصد، إن لازم يطلعوا ويروحوا في منطقة صحراوية ليتم تذويب النوبيين في الوسط. ودي كانت فكرة خاطئة، زي ما هي كانت خاطئة في البلدان الأخرى زي الاتحاد السوفيتي وتركيا ويوغوسلافيا. أنا ماليش دعوة بالاتحاد السوفيتي وده، أنا بتكلم دلوقتي عن النوبة وعلى مصر. تم إهمال قضية النوبيين كبشر من سنة 1902 و12، يعني في العصر الملكي والعصر الملكي والعصر الملكي، ثم في عصر الثورة وعبد الناصر والسادات والمخلوع، يعني تم تجاهل قضيه النوبه دي والبشر زياده عن 100 سنه. ايه الحكايه دي يا عم عباس؟ شوف، يجب ان احنا نفصل ما بين موقف سياسي من الدوله وابناء المنطقه. يعني من المؤكد ان مشروعات اللي اقيمت على النيل هدفها مصلحه الكل. هنا هل أضحي بالجزء مقابل الكل ولا لأ؟
انا بقول لا ما ضحيش، يعني اخد منه مصلحه الكل، انها مشروع خزان واديله حقه. واديله حقه. عشان كده سيادتك لو تعلم والاستاذ حجاج يعلم ان المرحله الاولى من خزان اسوان اتعمل سنه 2. لما اتعملت اهالي النوبه يا استاذ حجاج في الفتره دي ما تهجروش، طلعوا في المناطق الاعلى على جانبي النيل، على على الجبال. في الهضاب ظلوا حول النيل اللي جنب النيل. ورفضوا يعدوا. 12 نفس العمليه. 33 بدات، بس في حاجه، الحكومات في الفتره دي ما بين 12 و 33 وبعدها عملت مشروعات لتوطين النوبيين في قراهم، عملت مشروعات لرفع الميه، مشروعات للري، وعملت محطات سيادتك عارف اذا كنت زي مشروع الدكه مثلا على وجه المثال. برافو عليك. اذا حاولت الحكومات من قبل 52 انها تراعي مصالح ابناء النوبه. ده الوفد القديم بقى اللي بيتكلم ولا ايه؟ لا والله ابدا، لا 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 بالعكس، يعني سنه 2 و12 كان لسه الشرف ده ما طلعش. نعم 33، بس برضه كان لسه حكومه السعد باشا انتهت سنه 24. انما يبقى هنا انا بتكلم، انا عرقي مصري، انا بتكلم على حق المواطن. يعني انا بص مصلحه وطن مصر هي ايه ومصلحه المواطن هي ايه. الكارثه هنا ايه؟ يجب ان نتنبه نقطه الاستاذ صلاح. مع السد العالي، ويمكن انت قلت لي بتكلمني تعبير حلو قاله اسامه عكاشه، ان هو ضحينا. لا بعد اذنك، هو كان عم حسن فؤاد. حسن فؤاد في روزا اليوسف، الفنان المصري العبقري في فيلم الارض. ايوه الفيلم الوحيد اللي كتبه هذا الفنان المصري العبقري، فنان التشكيلي العظيم المصراوي هو حسن فؤاد، كتب فيلم واحد في حياته، فيلم الارض. الراجل اللي كان بيعمل عم محمد طيب، اللي كان بيعمل معانا دور العسكري بتاع الهجانه، قال له الميه بتاع الخزان، كانوا بيتكلموا على الخزان القديم، غرقت الارض وغرقت البلاد قال له انما قال له بس عشرت البر كله. شايف المعنى؟ عشرت، ده جمله كاتبها حسن فؤاد ما تنساهاش. عشرت البر مصر كلها، اللي هو انت كنت بتتكلم عليه. انه كان في جزء يعني هيخسر بس مقابل رهيب لمصر كلها. في نفس الوقت بقى كان لازم نرجع نعمل موازنه لما استقر بقى بحيره ناصر ووقفت بقى عن الارتفاع. كان لازم يرجع النوبيين بقى الى ارضهم القديمه ووفر لهم. وهذا طلب بقى الى المجلس العسكري العظيم الان في مصر، ان ده حق الناس. احنا بنأجل حاجات محتاجه قرار سريع. احنا في حاله ثوره، احنا مصر اتغيرت عن 7000 سنه فاتوا، ففي حاجات لازم تتاخد قرار ان يرجعوا. قبل ما ادور ان انا اوفر لبعض اهالي الدلتا مع كل الاحترام لمحاوله حل كل المشاكل، انما ارجع اصحاب الارض الى ارضهم اللي عاشوا طول عمرهم وعملوا حضارتهم وثقافتهم حتى الان حوالين هذا النهر. هم اولى. ده انا سامع ان في جزء من ربنا لا يجعلهم زملاء الاخوه اللي في طرة، ان في بعضهم كل واحد واخد مش عارف 20,000 فدان ولا ايه حوالين البحيره بتاعت ناصر. هل هذا معقول؟ انا ارجع الاهالي واوفر لهم مواد البناء مصر تتحملها. ما هي بسبب السد العالي والخير اللي عم على مصر هم فقدوا اراضيهم. يعني بس هنا انا عايز اقول لك حاجه قبل ما نتكلم على حق العوده، وان هي